الكرة تتحول الآن إلى خارج أرضية الملعب، وهذا طبعا دانيلو كابتن الفريق وقائد الفريق، فريق نادي الاتحاد السعودي. في المقابل طبعا فريق نادي الجزيرة والمعسكر الذي كان في هولندا والذي واجه فيه مجموعة من الأندية كان آخرها طبعا ووتر أكاديمي، ونتائج كانت طبعا أيضا متفاوتة بالنسبة للفريقين على مستوى المعسكرين. الآن الانطلاقة لمصلحة الجزيرة خطيرة، هذه فيها تسديدة ولكن الكرة إلى خارج الملعب. يا لها من لقطة أخرى يا ميلسون من جديد يقترب من مرمى النمور. شوف كرة القدم، هذه كرة ملعوبة لا خطيرة ولكن إلى رايكوفيتش. ميلسون معاه، ميلسون إلى روبن فيليب في الطرف الأيسر لمصلحة الجزيرة. شوف التمريرة والعرضية. 0-0 في هذا الملعب، وفي ملعب الاتحاد كانت 1-1. هكذا لقاء آسيوي ثالث. الآن عرضية خطيرة أمام المرمى للاتحاد. الله، الاتحاد يريد مقعدا على طاولة النخبة، يتقدم أولا ويسجل أولا هنا قارة آسيا والاتحاد. تلك حكاية كبيرة، النمر يبحث عن كتابتها من جديد. يا لها من فرحة كبيرة في مدرجات العميد. الاتحاد يسجل من الكرة، من العرضية، من الجهة، من فرصة في بداية المباراة، لكن لم ينجح فريق نادي الجزيرة في التسجيل. وبالتالي شوف التحولات، شوف أيضا التحول. بيريرا بيحولها إلى فارس عابدي. المباراة الأولى والتواجد الأول لهذا الظهير الأيسر مع فريق نادي الاتحاد. عرضية والكرة وصلت الآن إلى دانيلو. بيريرا بيحولها، التسديد ربما من دايون لوبي ولكن إلى خارج. ولها الآن إلى موسى ديابي في المنتصف إلى لوبي، لكن الجزيرة قطع الكرة بشكل ممتاز. والمرتدة الجزراوية، هذا روبن بيحولها إلى ميلسون يتقدم يسدد. الله يا ميلسون، الله يا ميلسون، كاد الجزيرة أن يعود بهذه الركنة، بهذه الضربة. الله على التسديدة التي لم يكن ينقصها لتكتمل جمالا إلا أن تعانق الشباك وتذهب إلى المرمى. لا أفضل والأجود على مستوى الجودة كأسماء من خلال التعاقدات، لكن هذه كرة الآن لمصلحة فريق نادي الجزيرة. ميلسون مرة أخرى. الله يا ميلسون، متى ستسكن المرمى هذه المرة؟ لقطة أخرى، ركنة ثالثة أو رابعة من ميلسون بهذه الطريقة، بهذه الكيفية. هذا في الطرف الأيسر يسوي شغل كبير. ميلسون سدد مرة في الشباك العلوية، ومرة تمر بجانب مرمى رايكوفيتش، ومرة أخرى كانت قد تجاوزت المرمى وتحولت إلى ضربة مرمى. دايون يتحول بالكرة في الجانب الأيمن. سيميتش والعرضية من بعيد، ولكن هنا على الصيف بشكل. محمد ربيع يلعب الكرة الآن هنا من جديد إلى حارس المرمى السهلة. بعد ذلك الاتحاد موضوع أيضا موسى ديابي اللي تكلمنا عنه، لكن هذا اللي نتكلم عنه دائما، هذا ميلسون وسيميتش ومرور. يا سلام على التقدم. ميلسون هذه المرة الكرة إلى فينيسيوس، يسقط أمام منطقة الجزاء. الحكم يشير إلى استمرارية اللعب، لكن روبن يستعيدها إلى ميلسون من جديد. ميلسون هذه المرة يا ميلسون، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ما شاء الله يا ميلسون، بداية مثالية يا ميلسون مع فريق نادي الجزيرة. شوف اللقطة اللي سقط من خلالها فينيسيوس ميلو على خط منطقة الجزاء بعد التدخل الذي أتى من فرح الشمراني، ولكن الحكم الذي أشار. تمريرة وصلت هنا في الجانب الأيمن. الآن شوف عرضية ميلوني ومحمد ربيع، عادت الآن خطيرة. هي الله، ضاعت الفرصة يا برونو.
روبن فيليب، روبن والعرضية خطيرة للجزيرة، خطيرة للجزيرة، الله عدت على فينيسيوس. الآن المرتدة، خطيرة المرتدات، خطيرة التحولات، صعبة في المساحات لمصلحة الاتحاد، وهنا صافرة وإنذار، والخطأ لمصلحة فريق نادي الاتحاد السعودي في اللقطة. لا مكان للاختباء. في اللقطة الماضية خطأ على ويليام روشا قلب الدفاع الذي أيضا يحتاج فريق نادي الاتحاد. لا ننسى بأن من غادر وبأن من أتى وهنالك أيضا قائمة كبيرة من المصابين بالنسبة لفريق نادي الاتحاد، وغيابات أيضا كثيرة، لكن هنا سيميتش اللي بيحاول في الجانب الأيمن مع روبن فيليب وسيميتش. شوف الصراع الآن، الكرة بتتحول سهلة باتجاه الأخسر، غياب يعني ممكن 6 شهور. هذه كرة خطيرة لفريق نادي الجزيرة، مرة أخرى تتهيأ الله 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 يا ميلسون، يا فرصة لمصلحة فريق نادي الاتحاد، خطيرة 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 عن طريق ستيفن بيرغوين، والثاني للاتحاد، الثاني للاتحاد. نعم، يبدو بأن النمر اشتاق مرة أخرى لأن يكون صاحب الكلمة الأولى. هنا يسجل هدفا آخر، هنا يعمق النتيجة، هنا يضيف هدفا ثانيا وتصبح النتيجة بالتالي 2-0. هي التحولات، هي المرتدات، هي السرعات، هي المساحات، هو الاتحاد. شوف التوغل، شوف التمرير. يقول بأن هنالك تسلل كانت في السعودية مع فريق نادي الهلال، مدربا لمنتخبنا الوطني، وأيضا كان مدرب لفترة قصيرة للمنتخب السعودي. حسام عوار الآن خطيرة للاتحاد، ولا زالت الآن اتحادية، ما زالت اتحادية. التسديدة والكرة خطيرة إلى علي، صار على جانجون الكوري الجنوبي. محاولة الماضية هنا الخطين، ولا ننسى بأن الاتحاد أيضا بالكعب ما زالت حاضرة موجودة. هو عازم على أن يحجز مقعده رسميا في الجانب الأيسر من أرضية الملعب. كرة عن طريق الغامدي، استلام، تمريرة بالكعب ما زالت حاضرة موجودة في الطرف الأيسر. فارس عبدي بيعرضها، والاتحاد يسجل الثالث. إنه عازم على أن يحجز مقعده رسميا في النخبة. هذا هو الاتحاد، هذا هو عميد للجزيرة في منطقة الجزاء، ولكن عالية. الجزيرة متأخر بثلاثية نظيفة. وصلت المحاولة الآن هنا من جديد عن طريق برونو دي أوليفيرا، عرضية من روبن خطيرة، لكن شوط المباراة الثاني النتيجة فيها هدف في الشوط الثاني. هذا حسام عوار ينطلق والكرة في منطقة الجزاء، ولكن التدخل على الكرة، وبعد ذلك الكرة إلى أين؟ هل تجاوزت الخط؟ طبعا ما في فار، للمعلومية لا يوجد فار، وبالتالي شوف هذا حسام عوار، الكرة اللي كانت ما بينهما صعبة جدا، ولكن الجزيرة على الأقل يحاول عرضية خطيرة هي للجزيرة. الله، هل تجاوزت الخط أم ماذا يا جزراوي؟ اللعب لا زال مستمرا، حامل الراية يقول ما زالت الكرة في أرضية الملعب، وبالتالي شوف على إثارة الآن في كارت أصفر في مشاهدة. هدوا يا شباب، ما له داعي، لكن لقطة مثيرة للجدل، ميلوني كارت أصفر، اختلط الحابل معلش يا شباب، هدوا شوي، نشوف الحالة، نشوف اللقطة، نشوف الإعادة. الحكم يسجل الكارت على ميلوني. شو اللي صار؟ الكرة
عدت ولا ما عدت؟ دخلت إلى المرمى أم لا؟ سننتظر ونشاهد في الإعادة من خلال هذه اللقطة التي أثارت الجدل وأثارت بالتالي حفيظة اللاعبين. حدث الاشتباك ما بين الفريقين، لكن الآن الأمور هدت إن شاء الله. كوزمن في الملعب أيضا يهدي الوضع. حكم المباراة شوتمان ما بدل حتى الآن أولاريو. أحمد الغامدي، وصلت الكرة لأحمد من جديد، ينطلق خطيرة خطيرة للاتحاد، لكن الكرة عدت على يوسف النصيري وعدت أيضا على مروان الصحفي. هذه المباراة ونهايتها. البديل الثالث هو خطيرة، والرابع يأتي، الرابع لمصلحة فريق نادي الاتحاد. خلص صلتي ويا لها من رباعية اتحاد على طاولة النخبة. وعندما نتحدث لكنه هنالك في الأراضي الكورية الجنوبية قدم ملحمة وهدف جزراوي. الآن هدف جزراوي يأتي وإن كان متأخرا في الدقائق العشر الأخيرة. أصبحت 4-1، أصبحت 4-1. شوف الانطلاقة. حمل تطبيق أمازون وعيش أحلى أوقات.